ليه دايما بنسمع إن الصلاة راحة، وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أرحنا بها يا بلال؟ لكن في الواقع معظمنا بيصلي وبيخرج من صلاته زي ما دخل، يدخل بقلب تقيل ومليان هموم، ويمكن يخرج من صلاته بنفس الهم. هل العيب فينا ولا في طريقة صلاتنا، ولا احنا فاهمين الصلاة غلط؟ الحقيقة إن الصلاة مش مهرب من الوجع، الصلاة هي حضن في عز الوجع. الصلاة هي أمانك واطمئنانك، بتاخد همك ووجعك وترميه في حضن سجادة صلاتك، وتفوض أمرك اللي لا بيغفل ولا بينام. روحك بكل سجدة موصولة بنور الله. كان في واحد عنده ابتلاء شديد وظروفه صعبة جدا، وما كانش عنده ملجأ غير صلاته، لكن للأسف ما كانش بيحس براحة ولا تغيير. فسأل شيخه وقال له أنا بصلي لكن قلبي تقيل وروحي تقيلة ونفسي ارتاح. فالشيخ سأله وانت بتصلي بتسجد لمين؟ رد وقال لله طبعا. قال له جميل، طيب بتحكي لربك وانت حاسس بوجوده انه سمعك؟ سكت. الشيخ كمل وقال الصلاة مش بس أوامر وحركات بنأديها ونمشي، الصلاة حضن بنترمي فيه قبل ما بنرمي أحزاننا وهمومنا وأوجعنا. ربنا ما أمركش تأدي حركات بلا روح، ربنا طلب منك قلب صادق موصول بنور الله، وده الهدف من الصلاة. في اليوم ده كان أول مرة يقبل بقلبه ودخل الصلاة بمعناها الحقيقي، روح إنسان موصولة بنور الله اللي من البداية كرمك ونفخ فيك من روحه، وكان لابد من عبادة توصل روحك بنور الله طول الوقت. دخل صلاته يقابل ربه ويحكي ويفضفض، وكله يقين إن ربنا سمعه ومش هيسيبه. كل سجدة كانت كلها خشوع ودموع وإحساس بوجود الله. يمكن الهم موجود، لكن القلب هادي وراضي وعنده يقين إن ربنا شايف وسامع وعالم وهيدبر الأمر كله. اللي بيصلي بجسمه بس بيخرج من صلاته زي ما دخل، لكن اللي بيصلي بروحه وقلبه بيطلع كسبان رضا وراحة بال. الصلاة بالنسبة له مكان مريح وهادي بعد ساعات جهد وتعب. عارف لما تكون تعبان ومحتاج توصل البيت، مكانك الآمن علشان تنام وترتاح؟ عارف ليه أصلا بنربط الراحة بالنوم؟ علشان لما بننام بنكون مستسلمين ومسلمين. لو اتعاملت مع صلاتك بنفس الطريقة هترتاح. وقت الصلاة تروح بقلبك وروحك وتسلم أمرك كله لله، تنسى كل حاجة وأي حاجة وما تفكرش غير في المناجاة. أنا هتكلم مع الملك، هو اللي حدد الميعاد لأنه بيحبني، بيحب يسمع صوتي، وأنا هلبي النداء. حتى لو حياتك مستقرة، روح لصلاتك كإنسان ممتن وشاكر وحامد. وأما بنعمة ربك فحدث. قول لربك أكرمتني وسترتني فلك الحمد. ده أنت في صلاتك بتقول سمع الله لمن حمده. احمد ربك، هتكون مسموع وموصول ومجبور. وافتكر لئن شكرتم لأزيدنكم. لما تحقق معنى الله أكبر تسيب كل اللي تعبك واللي شغلك وتقر إن ربك أكبر من همك وتعبك، هو القادر على تدبير كل شيء. هترتاح في صلاتك. لما الصلاة تربيك وتزكي قلبك هترتاح في صلاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هتنهاك وتربيك، هي مش هتمنعك لكن هتنهاك. مهما طال الوقت هيجي يوم وتتكسف تعمل كبائر، ومش هتقدر تصر على الصغائر وانت بين ايدين الملك. هنا هتوصل للوصل والمدد الحقيقي، روحك موصولة بنور الله. وهنا هتفهم وتحس ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال. فاللهم لا تحرمنا لذة الوصل ولذة القرب، ولا تحرمنا لذة مناجاتك، ولا تشغلنا عنك بسواك.